المؤتمر الصحفي لمحمد صلاح وفيتوريا قبل مباراة مصر مع الراس الأخضر كان مهم جدا جدا. والعجيب أو مش العجيب، الطبيعي إن الاستحواذ من الاهتمام كله راح لمحمد صلاح، رغم اللي قاعد جنبه فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر. ودي أول حاجة بتبين إنه صلاح النجم العالمي أينما يوجد لابد أن تتجه إليه الأضواء، حتى لو كان قاعد جنبه فيتوريا. ده رقم واحد. نمرة اتنين، صلاح اتكلم في حاجات كتير، أنا هقف على 3 حاجات بس. أول حاجة إنه لما اتسأل عن إنه لما خرج من المنتخب في مباراة غانا المنتخب تحرر، طبعا صلاح ابتسم، وطبعا هو عارف كويس الكلام ده كويس جدا يعني، ان الناس اتكلمت فيه، فقال امر طبيعي، انا فرد في المنتخب منتخب مصر، انا ليا دور في المنتخب. عادة الادوار بتختلف وحاجة هايلة جدا جدا، وانا قعدت مع اللعيبة بين الشوطين واتكلم كلام جميل جدا جدا، معناته انه المنتخب على قلب رجل واحد، وانه صلاح ليس هو العمدة او ليس هو المتدخل. حب يوصل الرسائل دي في شؤون المدير الفني، وانه اللعيبه متعاهدين ان احنا نحقق افضل حاجه سواء انا موجود ولا مش موجود. والراجل لا جرح في حد ورد جميل جدا. ده فيما يتعلق على خروجه. الحاجه الثانيه، لما اتكلم عن ليفربول والناس بتقول له انت يعني بتلعب في ليفربول غير ما بتلعب مع المنتخب، هو عارف كويس قوي الناس بتتكلم في القصه دي. رد يعني المفروض ان الناس اللي بتنتقده او بتهاجمه او بتستخدم معاه الاساليب الوقاحه، عشان يعني بت بت بتخش في شؤون لعيب عالمي، وبالتالي ممكن الناس تلتفت يعني ان يعني لما عاده بعض الاعلاميين او بعض المحررين او الصحفيين لما يحب يعني يثبت وجوده من وجهه نظره يروح يلط اي حد كبير. فمحمد صلاح تعرض لعمليات لط كثيره جدا في هذا الموضوع، وتهاجم كتير زي ما بقول من مدارس قله الادب والخروج عن الاصول وعن التقاليد. كتير شفنا الفاظ وحاجات كتيره. يعني رد صلاح ايه؟ رد في كلمتين اعتقد لازم تشغل مخك وانت بتسمعه. قال لك الكلام ده موجود والكلام ده هيستمر. ايه اللي انت فهمته من الكلام ده؟ اللي انا فهمته ان الكلام ده موجود، ان الفوارق هي بين الوضع في الكره الانجليزيه والدوري الانجليزي وبين عند حضرتك. الفروق واضحه جدا جدا، وبالتالي الكلام ده هيستمر. انا فهمت كده، لانه عشان الكلام ده يتغير لازم الظروف اللي هنا تتغير على بعضها كده، ثقافة وأداء وعلما وتكتيكا ومسابقات ومستويات ولاعيبة محترفة بمعنى الكلمة. فصلاح بلغ يعني قال الكلمتين دول في ثانية. أنا فهمت كده، حضرتك فهمت إيه؟ طبعا إخواننا اللي بينقضوه يعني مش هيفهموا حاجة زي كده، وهيستمروا في نظام الهرتلة بتاعهم. دي قصة محمد صلاح بمنتهى الثبات ومنتهى الثقة. التالتة على الإصابة، اتكلم على الإصابة فرد بكلمتين بس وما دخلش في تفاصيل. قال لك هذا الموضوع سيكون في اتصال او علاقه او تفاهم بين اتحاد الكره في مصر وبين نادي ليفربول. تفهم ايه من الكلام ده؟ انا فهمت ان الموضوع كبير والموضوع مش صغير، وان اتهام محمد صلاح ان هو كان بيمثل اتهام خطير، وان ممكن يبقى فيه اجراءات لمن اتهمه بان هو مقصر، وممكن يكون في موقف ليفربول على الاصابه طبعا ليفربول بعت لمحمد صلاح يتكلم عنه بشكل حلو وبيسانده وبعت الدكتور ومش عارف ايه. فيكتفي محمد صلاح بان الكلام ده هيبقى بين النادي بتاعي وبين اتحاد الكوره. ده معناته ان الامر فيه إنه، وبما ان الامر فيه إنه فان الاخوه المتطاولون يعني دايما بيتعاملوا مع الامور كلها على انها يعني كده بالجدعنه بالهلفطه بالجليطه. اعتقد ان الامر هيبقى فيه إنه، واكبر إنه في الموضوع ده انه كل اللي اتهم صلاح بانه كان بيمثل اعتقد انه هيقع تحت طائره القانون. وممكن جدا جدا لو الامر وصل لمحاكم بالتقرير الطبي وبكلمتين ومحامي نص لبه مش محامي دولي ولا حاجه، هتلاقي كل
اللي حاول ان هو يركب على ترند صلاح هيرجع تاني يخش في الجحر، او هيرجعوا كلهم يخشوا في الجحور، لانه المنطق بيقول ما تعرفش ما تقولش، وما تتنططش عشان تعلى عن وضع انت لا يمكن توصل له. ده موقف محمد صلاح في 3 نقط في مؤتمر صحفي. اما فيتوريا، ففيتوريا اعتقد انه ايامه مع منتخب مصر هتكون محدوده اذا ما حققش النتائج المطلوبه في بطوله افريقيا. والنتائج المطلوبه كلنا عارفينها، مش مجرد بس ان انت تعدي من الدور الاول، لا، طموحنا اكبر من كده. لكن فيتوريا يمكن لسه ما حققش اي حاجه من هذا الطموح، وكلامنا عن فيتوريا مؤجل الى حين انتهاء مباريات الدور الاول. وشكرا لحضرتك.